عاملين رقابه شديده بيأدوا دورهم على اكمل وجه. يبقى اذا الجهاز الفني نجح انه يجد البديل اللي على اللياقه، وده اللي هيبان في الشوط الثاني. كابتن احمد، رايك في الشوط الاول؟ نفس طريقه الاداء اللي يعني الحمد لله ان حسام حسن ما غيرش الاسلوب الاداء. هو غير شخصين بشخصين، لكن الشخصين اللي غيرهم كانوا على مستوى الطموح. احمد رؤوف كويس وهاني سعيد كويس. وهاني سعيد قافلين نص الملعب، مسيطرين بشكل جيد جدا. الاثنين اللي على الطرف اللي هم حسام عرفات وياسر محمدي، الاثنين قايمين بدورهم الدفاعي بشكل جيد جدا جدا. شيكابالا بيتحرك بعرض الملعب بشكل جيد، عشان كده الزمالك متحكم في مباريات. نوقف اللعبه دي دلوقتي كده، نروح بقى واحده واحده عشان نعرف الكره ضربه جزاء ولا لا. الكره اهي، تعال، الكره مش اوفسايد خلاص تمام. الكره اتلعبت اهي مش اوفسايد. في واحد مغطي عبد الرحيم طه ده ولا مين ده اللي مغطي، ولا عماد عثمان الله اعلم، بس الكره مش اوفسايد تمام. نروح للعبه هنا، تعال نكمل. الكره ما فيهاش اي حاجه تماما، الكوره ما فيهاش اي حاجه تماما. وهناك سيميليشن من احمد جعفر، والكوره ضربه جزاء ظالمه على غزل المحله، بتعطي الفرصه لتقدم الزمالك اهي. عشان يكون منطقيين، بيوقع نفسه واللاعب ما لمسوش، والكوره مش ضربه جزاء تماما. كابتن احمد، رايك؟ ده وجهه نظري. ده وجهه نظري. والله بص يا خالد، اي التحام مع حارس المرمى داخل ال 18 في بعض الحكام بيحسبوها ضربه جزاء، وفي بعض الحكام لا يحتسبوها ضربه جزاء. انت رايك في دي ايه؟ انا رايي انها ممكن ما تتحسبش. ممكن. كابتن عادل؟ انا بسيب رايي لمحمد حسام. كابتن محمد حسام هيكون اقدر مننا في الحته ديت. طيب انا مع احترامي لارائكم، ولكن انا شايف من وجهه نظري الكره ما فيهاش اي حاجه. لا، انا قلت لك ممكن بصراحه يا كابتن، ممكن ما تتحسبش. الكره اهي وهو وقع نفسه بص، حتى من قبل ما يلمسه ولا يشترك معاه. ايوه، الكره اهي يا كابتن اهو، هو عايز يرمي نفسه. بتعتمد على وقفه الحكم كان فين. واخد بالك ازاي؟ يعني حد يقول الدراع اليمين بتاع، لا مفيش حاجه. جون ما يعني رايحه الكوره، وكره طولت، وكره ما فيهاش اي حاجه، وضربه جزاء غير صحيحه بالمره بتحتسب لنادي الزمالك. تعالوا نروح لكره ثانيه. كره ثانيه، الكره دي اهو بيطلع كمل. على فكره ما جاتش في ايده الشمال، يعني هي عشان الايد مرفوعه، هي جت في كتفه اليمين الثابت اهي. هو مش شايف كرة، وانا من وجهه نظري ما فيهاش اي حاجه. على فكره ما جاتش في ايده الشمال، الناس شايفه ببصه الايد الشمال ممدوده، الكرة مش جايه في ايده الشمال، هي جايه في كتفه وخرجت ضربه ركنيه. ايه رايك يا كابتن؟ برضه ما فيهاش، يعني دي من وجهه نظري برضه ما فيهاش حاجه. بس ما انا بقول لك بتختلف بقى. وهي بره ولا جوه؟ مش عارف. هو بتختلف يا يعني هل هو بره الخط كمان ولا جوه؟ ممكن في حكم يشوف دي ضربه جزاء، وممكن يشوف اللي هي بتاعت احمد جعفر ضربه جزاء، وممكن يشوف ان دي مش ضربه جزاء. انا ممكن احللها بس مش تحكيميا يعني. زي ما حضرتك تفضلت، هي الكره بتتلعب بالعرض. لو جت في ايده الشمال هتقع، هتقع على الارض، هتبقى حائط صد، هتقع على الارض. انما لو خبط في كتفه اليمين هتكمل مسيرتها وتروح زي ما هي راحت دلوقتي كده. فزي ما انت قلت ان هي خبطت في كتفه اليمين وراحت. لو خبطت في ايديه الشمال كانت هتقع. هو لغايه دلوقتي هو جوه المنطقه كمان، حتى ما هيروح ياخد خطوه ممكن ايده اليمين تبقى بره المنطقه. واتفر جوه او بره، لكن الكره غير مقصوده. انا رايي ان ضربه جزاء احمد جعفر ضربه جزاء ظالمه، الكوره فيهاش اي حاجه. كان لابد من الحكم ياسر عبد الرؤوف انه يحتسب سيميليشن على احمد جعفر ويديله انذار، ولكن وجهه نظر الحكم كانت وجهه نظر مخالفه. هو من وجهه نظري لم يرى الكوره، هو شاف نوع من التمثيل، يعني جه عليه تمثيل احمد جعفر. الكره الثانيه بتاعت طبعا شاف فيهاش اي حاجه، الكره جت في كتفي دوت وانا بطلع كده ومادي ايدي كده كتفي وطلعت بره، وما فيهاش اي حاجه، وما فيهاش اي تعمد، والكوره هي اللي جت له مش هو اللي راح للكوره. كابتن، نقول ان عشان احنا مش هنيجي بعد المباراه، نقول الشوط الثاني هيكون فيه تغيير في الاداء ولا في الاشخاص؟ لا، في اداء الفرقتين. افتكر الزمالك هيستمر بنفس الشكل اللي بيلعب بيه، ونجح في ان هو يقود المباراه زي ما هو عايز. المحله لابد ان يحصل تغيير عشان يبقى الاداء والريتم بتاعهم اسرع، انما افتكر هم هجوميا معدومين الحيله. طب كابتن عادل، رايك الاداء هيبقى عامل ازاي؟ اعتقد ان نادي الزمالك هيبقى تغييراته زي ما حسام عودنا، هتبقى اخر 10 دقائق، وهتبقى تغييرات محسوبه جدا حسب نتيجه المباراه. لكن هو نجح نجاح باهر في انه يسيطر على وسط الملعب، وقدر انه يقفل الاطراف كويس قوي.
النهارده لا شفنا طه ولا هاني بيروحوا للثلث الاخراني لمرمى نادي الزمالك، وما فيش خطوره راحت لعبد الواحد اطلاقا غير كوره من ضربه حره مباشره اللي هو طلعها. لكن الشوط الثاني اعتقد ان التغييرات يعني هتبقى برضو في اخر 10 دقائق، شريف اشرف، احمد مجدي، هتبقى التغييرات زي ما هو عودنا في كل المباريات. طيب هنشوف ايه اللي هيحصل الشوط الثاني في الماتشات كلها. زي ما قلت لكم بترول اسيوط بيفوز على المنصوره 3-2، اتحاد الشرطه بيفوز على الاتحاد السكندري 2-0، حرس الحدود متقدم 1-0 على المقاولين العرب، الانتاج الحربي متقدم على الاسماعيلي 1-0 ممكن تكون اخر مباراه لعماد سليمان، طلائع الجيش مهزوم من الجونه 2-0 في طلائع الجيش، 0-0 امبي، وغزل المحله بيتقدم على الزمالك. حكم غير نتيجه المباراه من وجهه نظري في كوره خاطئه على نادي غزل المحله. ايه اللي هيحصل الشوط الثاني؟ هل هيزيد الغله نادي الزمالك ويستفيد من هجوم غزل المحله، ولا غزل المحله ممكن يعود مره اخرى للمباراه؟ ان شاء الله القاكم بكره، وهسيب لكم بعد الماتشات هيكون متواجد كابتن مصطفى عبده، كابتن حلمي طولام، كابتن محمد حسام للتعليق على اداء التحكيم. الى اللقاء.